النهارده رايحين عند تيتا جدو وهتشوفوا معانا يومنا هيبقى عامل النهارده ازاي. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل اللي يشوف الفيديو ده ما ينساش يصلي على النبي. شيزة طبعا عماله تعيط عشان عايزه تنزل. خديها وانزلي. فالنهارده احنا رايحين وخليكم معانا عشان تشوفوا يومنا عامل ازاي. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. دلوقتي احنا ماشيين اهو، نزلنا رحنا عند ماما. منظر الشارع يعني مش عايزه اقول لكم، بس هروح الاول المستشفى هنا اعمل حاجه ونرجع تاني. انا بقى دخلت المستشفى عشان اعمل تحليل عشان تعبانه شويه. نعم ايه هنا خليكم معانا. راي عايزه اعمل تحليل. عشان يجي يحلل ويلا بينا نرجع تاني عند تيتا. هنا كنت عملت التحاليل بقى ونازلين من المستشفى راجعين عند ماما. يعني المستشفى في نفس شارع ماما من على اول الشارع كده. نزلنا رجعنا عندها. كان نفسي اصور قوي قوي وانا عند ماما هناك، بس للاسف كان في ضيوف فما قدرناش ان احنا نصور. طبعا احنا اسفين على منظر الشارع، هو الناس بقى وكده. كملوا معانا بقية الفيديو. حبايبي الغاليين اللي وحشتوني جدا 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 جدا. طبعا في اول الفيديو شمع صورت لكم ان احنا رايحين عند تيتا، وتيتا بقى كانت في البحيره، قعدت هناك اسبوع ورجعت. فربنا يخليها لنا يا رب ويبارك لنا في عمرها. وهي جايه راحت جايبه لنا باميه من البحيره، دي باميه البحيره ماشي. وجابت لنا بتنجان عشان هي عارفه ان ابو شامه بيحب البابا غنوج وبيحب الشطه. وجابت لنا بتنجان القلي برضو، مش عارفه ان احنا بنقلي جنب جميع الاكل. وجابت لنا شويه طماطم، وجابت لنا ليمون، ده ليمون البحيره يا جماعه، حلو قوي بيبقى فيه ميه. وجابت ايه توم. وجابت لنا لبن علشان اعمل بيه للولاد رز بلبن او اي حاجه. ده لبن بقري من البحيره تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ هقمع الباميه وافرزنها معاكم. انا بشيلها كده عادي، مش بحط في ميه سخنه واطلع في ميه ساقعه، لا والله بحطها وبتطلع زي ما هي لونها وبتبقى جميله قوي. فهعملها كده واصلصل شويه الطماطم دول واوريهم لكم برضو بعد ما احطهم في الاكياس وكده. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي في الكومنتات، ورب يخلي كل ام اللي بتفرح بنتها او بتفرح ابنها ويبقى حسهم في الدنيا يا رب. هعمل بقى شويه الحاجات دول وانضف التلاجة عشان ارص الحاجات دي فيها. ودول طبعا اغسلهم وانشفها عشان اعملها هي والطماطم وارجع لكم تاني. وهنا بقى قمعت الباميه وحطيتها في اكياس عشان احطها في الفريزر مش. هما طلعوا 3 اكياس كده، انا عاملاهم على قد الطبخه زي ما احنا بنحبها يعني، وهبقى اطبخها معاكم في مره ماشي. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وكومنت لطيف كده منكم. متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات. وزي ما قلت لكم والله انا كنت عايزه اصور عند ماما، بس للاسف ايه معرفناش عشان كان عندها ضيوف. فان شاء الله هيبقى في يوم كده عند ماما نقضيه ونصوره ويبقى الغدا وكلنا متجمعين ان شاء الله. يلا مع السلامه.